وجه المعلق الرياضي حفيظ دراجي نقداً لاذعاً للمنظومة السياسية التي تشرف على القطاع الرياضي بالجزائر، مستنكراً بلهجة شديدة تدخلها في اختيار وتعيين مسؤولين تعوزهم الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ووصف إياها بالعصابة ذات الممارسات المافياوية. وعزى دراجي ضمن مقال له أسباب الإخفاقات المتتالية التي شهدتها الكرة الجزائرية في الآونة الأخيرة إلى المنظومة السياسية التي تشرف على القطاع، مشيرا إلى أنها تتدخل في تعيين مسؤولين غير قادرين على تسيير شؤون الكرة، يكلفون بدورها مافنين وإدرين بمهام أكبر منهم. واعتبر الدراجي الذي يوصف ببوق العسكر أن رحيل رئيس الفف السابق جهيد زفيزف غير كافي، وأنه يجب تحييد العصابة التي دفعت به ومن سبقوه إلى الواجهة وكشف ممارساتها المافياوية، ثم تقييم الوضع وللتخطيط لمشروع جديد نوفر له الإمكانيات المادية والبشرية. كما أكد أن انتخاب رئيس جديد لن يكفي أيضا إذا لم تعتبر السلطات العمومية كرة القدم قضية وطنية وتتحمل مسؤولياتها في مرافقة الرئيس المقبل، الذي يجب أن يكون رجل دولة يخوض حربا فرضت علينا في الداخل والخارج، وعلينا أن نخوضها بنفس الشراسة لأن لكر لما تعد مجرد لعبة. دراجي الذي تجند لتوبيخ مسؤولي الاتحاد وكل من كان وراء تعيينهم مذ أن فشل رئيس الفاف السابق جهيد زفيزف في الفوز بمنصب عضو في اللجنة التنفيذية الكاف، أكد أن هذه الفضائح يتحمل مسؤوليتها أيضا من يتدخل في توجيه الجمعية العمومية للاتحادات نحو اختيار رئيسها وأعضائها واختيار مدرب منتخبتها، قبل أن يضيف مشكك في نزاهة تنصيبها ما أنا لأمريت على بعيد عن معايير الكفاءة والجدرة. وتابع أن كرة القدم أكبر من مجرد لعبة، بل قوة ناعمة تساهم في صناعة الرأي وبناء السمعة، وتساعد على الاستقرار الاجتماعي، كما تساهم في تحطيم معنويات الشباب عندما تتوالى الإخفاقات والسقطات والفضائح. كما ذكر بموقفه وسخطه من فشل زفيزف في سباق انتخابات الفوز بمنصب عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدا أن الأمر يشكل إخفاقا جديدا للمنظومة الكروية والرياضية بكاملها في الجزائر. وبالرغم من أن دراجي اعتاد أن يمدح مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلا أنه اضطر بعد الإخفاقات المتتالية التي شهدتها كرة القدم الجزائرية في الآونة الأخيرة أن يتمرد على توجهه في التزكية والثناء، وهو ما تمثل في مواقفها الأخيرة لمعاتبة للرئيس السابق ولما استنكرت لما ظهر لفساد داخل المنظومة الرياضية في بلدها برمتها. جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف أعلن أمس الأحد 16 يوليو الجار عن استقالته اليوم الأحد، وذلك بعدما فشل في الفوز بمنصب عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.